حقن الكارناتين لنسف الدهون، الجرعات ازاي تستخدموها وكل حاجه محتاجين ان انتوا تعرفوها عنها. خليكم معايا. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات دولاس فيتنس جايد. النهارده هنتكلم عن توبيك مختلف عن اللي انتم متعودين عليه مني. ممكن ناس يبقى بالنسبه لها الموضوع مش متقبلاه، لكن في الفتره الاخيره لما ابتدى يبقى فيه عقارات زي الاوزمبيك الى اخره، وابتدت الناس تتكلم فيها وانا اتكلمت فيها بشكل مطول في فيديوهات كتير جدا تقدروا ان انتم ترجعوا لها تتفرجوا عليها. وجب ان احنا نشير لحاجه مهمه جدا، هي استخدام حقن الكارناتين. فانا كتبت كده شويه بوينتس على الموبايل هناقشها معاكم، هشرح لكم كل حاجه محتاجين تعرفوها. ازاي العقار بيشتغل، الفرق ما بين الكارناتين الحقن والاورال، ايه الافيد، الجرعات، ازاي تاخدوه لو بتحاولوا تخسوا او بتحاولوا تزيدوا عضلات، وكل حاجه محتاجين ان انتوا تعرفوها. فاتمنى ان انتوا كده في بدايه الفيديو تعملوا لايك للفيديو وتسيبوا كومنت بسيط كده، ولو مش عاملين اشتراك في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه، لان الحاجات دي بتساعد بشكل كبير جدا المحتوى ان هو ينتشر في اول نزول. مبدئيا لما نيجي نتكلم عن الكارناتين ونشير ليه في حته خساره الدهون، لازم نتكلم عن عمليه خساره الدهون ذات نفسها ازاي بتحصل. ودي حاجه احنا بنقسمها لثلاث خطوات مهمه جدا. اول حاجه هي عمليه الفات موبيلايزيشن، اللي هو تحرير الدهون من الخلايا الدهنيه. بعد ما الدهون بتتحرر لازم ان هي تتنقل، فده احنا بنسميه الفات ترانسبورتيشن او مرحله الترانسبورتيشن. بعد كده لما بتوصل للمكان اللي هي هتتحرق فيه، اللي هي غالبا بتكون الميتوكوندريا، بيتم عمليه الفات اوكسيديشن. الثلاث خطوات دول من الممكن ان انت تستخدم عقارات تحسن كفاءه كل خطوه فيها. مثال، فعمليه مثلا الفات موبيلايزيشن او اللي هي العمليه بتاعه تحرير الدهون، اللي هي العمليه الاولى في خساره الدهون، احنا ممكن نستخدم حاجه زي اليوهمبين او حاجه زي الجروس هرمون عشان نزود كفاءه العمليه دي. عمليه الفات ترانسبورتيشن او النقل دي اللي هنستخدم فيها الكارناتين اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. وعمليه الاكسيديشن او البيتا اوكسيديشن اللي هتحصل دي بنستخدم فيها العقارات اللي هي زي اليوهمبين. لما نيجي نبص للطريقه الاذكى للتعامل مع الموضوع، الافضل ان انت ما تمسكش خطوه في الثلاثه وتحلبها. يعني ما اجيش مثلا على عمليه الفات موبيلايزيشن وعلي جرعات العقارات اللي بتتاخد جدا في العمليه دي، ده هيؤدي لمشاكل صحيه. فكر في الموضوع كده زي الدايل بتاع الراديو، الترانزستور كده اللي احنا بنلفه. احنا بندايل كل عمليه فيهم بشكل افضل من اللي هي بتحصل فيه طبيعيا، عشان نقدر ان احنا ناخد كفاءه الثلاث عمليات، فنقلل الاضرار الصحيه ونزود الاستفاده من الموضوع. لما تيجي تبص الكارناتين ما هو الا حمض اميني سسبندد في الميه، فهو تاثيره يكاد يكون ضعيف نسبيا مقارنه بالعقارات الثانيه، لكن لو اتعلمت تستخدمه بذكاء وتستخدمه صح زي ما انا هقول لك في الفيديو ده، هتستفيد منه استفاده كبيره جدا باضرار قليله جدا. ليه الكارناتين الحقن افضل كتير من الكارناتين اللي بيتاخد عن طريق الفم او الاورال الكارناتين؟ مبدئيا لما تيجي تبص الكارناتين ده هو حمض اميني، فبيتم معاملته زيه زي اي امينو اسيد في الدنيا لما بيتم تناوله عن طريق الفم، فبيتم هضمه، فالبايو افيلابيلتي بتاعته بتبقى ضعيفه جدا 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 جدا. لما بيتاخد انجكشن او حقن بيعدي عمليه الهضم وبيخش على البلاد على السيرم دايركت، فبيبتدي الجسم يستفيد منه بجرعات قليله جدا. فاذا ابعد تماما عن الكارناتين الفموي، سواء كان ده طبعا تابلت او شرب ليكويد يعني، او ايا كان ايه هو شكل التناول عن طريق الفم، ودايما هتكون الافضليه للكارناتين اللي بيتاخد في شكل حقن. زمان كانت حقن الكارناتين مؤلمه، كانت بتوجع من الاخر كده،
هو مش زيت، هو ميه، لكن حقنه زمان كانت مؤلمه. مع تطور العلم يعني والتكنولوجيا الى اخره، بقت حقن الكارناتين المتوفره دلوقتي سواء كان في الصيدليات او عن طريق طبعا الشركات اللي بتنتجها، بقت مش مؤلمه، وهي كده كده خفيفه مش زي الزيوت اللي بتتحقن، فما بتكلكعش، ما بتعملش مشاكل، فالحقن بيها ما بيبقاش مشكله زي الحقن باي حاجه زيتيه او اي ماده زيتيه. ده بجانب ان انت طبعا يعني ده هتبقى حاجه مفيده ليك، اللي انت هتحتاج ان انت تاخده كل يوم، ده حاجه لازم تتاخد بشكل يومي. لما نيجي نبص على الجرعات بقى والفارماكوناتكس بتاعه الكارناتين عامه، لازم نقسم الموضوع لشقين. لو انت بتحاول ان انت تبني عضلات، او لو انت بتحاول ان انت تخس دهون زي التوبيك بتاع النهارده. لو انت بتحاول ان انت تبني عضلات، فمش مهم خالص تاخده امتى على مدار اليوم. هو كده كده بيزود الجلوكوز ديسبوزل، وبيزود الكثافه بتاعت بيعمل اب ريجوليشن للكثافه بتاعت الاندروجين ريسبتورز، فبيساعد بشكل كبير جدا. يعني لو اتعلمت انك تستخدمه في البالكينج بشكل مظبوط، نبقى نتكلم عنه في فيديو تاني. لكن احنا التوبيك بتاعنا النهارده هو خساره الدهون. اغلب الدراسات اللي معموله على الكارناتين بتبقى معموله عن طريق الحقن الانترفينس في الاورده، طبعا ده مالناش دعوه بيه، وبتكون الجرعات على الاقل 300 مللي جرام. فلما نيجي احنا نبص على عمليات الحقن اللي انت هتستخدمها في حياتك اليوميه، قدامك سكه من اتنين: يا اما سبكوتينيوس تحت الجلد، يا اما هيتاخد انترماسكولار عضل، يعني من الاخر يا اما عضل يا اما تحت الجلد. طيب هو حاجه ضعيفه نسبيا، لكن مش معنى ده ان انا اخد منه زي ما انا عايز. طبعا اغلب العقارات كل ما بتزود الدوز غالبا بيكون في زياده في النتيجه بتاعتها، لكن بيكون برضو زياده في الاضرار الجانبيه. هو زيه زي العقارات دي، لو الزياده كانت اكتر من اللزوم بيأثر بشكل كبير جدا على الثيرويد جلاند، ودي حاجه احنا مش عايزينها. طيب الجرعات السيف اللي الشخص ممكن يستخدمها بشكل يومي بتتراوح ما بين 250 مللي جرام لحد 600 مللي جرام. الحقن بيكون يا اما عضل يا اما تحت الجلد. ده هيفرق في التركيز بتاع الحقن اللي انت مشتريها. لو انت الحقن اللي انت مشتريها التركيز بتاعها قليل، وانت محتاج ان انت تاخد اكتر من ملي فيما فوق، بلاش تاخده تحت الجلد، خده عضل. لو التركيز بتاع الحقن اللي انت هتاخده اقل من ملي او ملي ماكسيمم، ممكن تاخده تحت الجلد من غير مشاكل. لكن سهل على نفسك وخده عضل. الفروقات طفيفه جدا في الباي افيلابيلتي ما بين العضل واللي تحت الجلد، الموضوع مش مستدعي يعني ان انت دايما تاخده تحت الجلد، فاحقنه عضل. طيب تاخده امتى وتاخده ازاي؟ احنا اتكلمنا عن ان ده بيزود الفات ترانسبورتيشن او النقل بتاع الدهون للميتوكوندريا عشان يتم حرقها كمصدر من مصادر الطاقه. يفضل او الطريقه الامثل لاخده ان هو يتاخد الصبح على معده فاضيه تماما. لو بتاخد بقى حاجات تانية بتزود بقيه العمليات، يفضل ان هي تتاخد كلها الصبح على معده فاضيه، عشان يبقى فيه فاتي اسيد تتحرر او الدهون تتحرر من الخلايا الدهنيه وهو ينقلها وتبتدي حرقها. فيفضل ان انت تقوم بشكل من اشكال الاكتيفيتيز اللي ما بتعتمدش على الجلوكوز، اللي هي اللو انتنسيتي اللي شدتها قليله، زي مثلا المشي. فخد الروتين ده كده مثلا لو متاح ليك، وطبعا ظروف حياتك تسمح بده. اصحى من النوم على معده فاضيه، خده، استنى 60 دقيقه، لان الابحاث بتقول ان هو بيبيك في الدم بعد 60 دقيقه، بيبقى اعلى ليفل ليه. طبعا الابحاث دي معموله انترفينوس، لكن احنا بنتعامل يعني مع السبكوتينيوس او اللي تحت الجلد والعضل بنفس الطريقه. معاك 60 ل 90 دقيقه، خده، وممكن تشرب كوبايه قهوه كده وتقوم تعمل اي اكتيفيتي بسيطه، سواء كان كارديو شدته قليله او شويه مشي. ده هيساعدك بشكل كبير جدا ان انت تستفيد منه اقصى استفاده ممكنه. اتمنى ان يكون مفيش اي نقطه انا ما غطيتهاش كده. انتوا بقى عندكم الطريقه الامثل لاستخدامه، ازاي تستخدموه في عمليه الكاتنج، فهمتوا ازاي بيشتغل، وفهمتوا ان برضو مش كتر الحاجه هو اللي هيجيب النتيجه. ابتدي دايما بالدوز الاقل اللي هو يعني في حدود ال 250، وامشي عليه قدر المستطاع، وهات اخرك منه جنب العقارات الثانيه. لما يجي وقت زياده العقار هيكون الافضليه دايما
ان انت تزود ال كارنيتين مقارنه بحاجات تانية زي الجروث هرمون او التي 3 او التي 4 او اليوهمبين الى اخره، لان اثاره الجانبيه واعراضه اقل بكتير من الحاجات التانية. لو وصلت لحد هنا وما عملتش لايك او مش عامل سبسكرايب للقناه او مش مفعل جرس التنبيه، اتمنى انك تعمل ده دلوقتي. ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبه لي في الكومنتات تحت. ولو حبيتوا نوعيه الفيديوهات دي، لان كده كده دي حاجات لازم نتكلم فيها برضو بشكل او باخر، اكتبوا لي مقترحاتكم للحاجات الجايه اللي انتم حابين تعرفوا عنها اكتر، خاصه بخساره الدهون او بناء العضلات الى اخره. كان معاكم دوله من دوله فيتنس جايد، واستنوني في فيديو جديد.